يعتبر شهر رمضان في المغرب من المناسبات الروحية والاجتماعية ذات الطابع الخاص، حيث تتغير الحياة اليومية للناس جذرياً لتصبح أكثر روحانية وتواصلاً اجتماعياً. تبرز أجواء رمضان في المغرب من خلال العادات والتقاليد التي تتوارث عبر الأجيال، حيث يعتبر هذا الشهر فرصة للتقرب إلى الله وإظهار التكافل والتضامن الاجتماعي. قبل بداية الشهر، يتم تجهيز المنازل واستعدادها لاستقبال أجواء رمضان بروح جديدة. تضاء الشوارع بالفوانيس والزينة الرمضانية، ويبث هذا الضوء أجواء الفرح والسكينة في قلوب الجميع. وتتعدد الطقوس والعادات التي تميز هذا الشهر، حيث يبدأ اليوم في المغرب خلال رمضان بالسحور. يتجمع الناس إلى مائدة السحور التي تتكون من أطعمة خفيفة وماء وتمر، استعداداً لصيام اليوم. مع بزوغ الفجر، تخلد المدن إلى السكون، ويتوجه الناس إلى المساجد لأداء صلاة الفجر. وبمجرد أن تعلن المساجد بصوت الأذان عن بدء نهار الصيام، تعم الأجواء الهدوء التام في الشوارع. ينصرف الناس إلى أعمالهم أو دراستهم، محافظين على الصيام بقلوب مطمئنة. في فترة المساء، وبعد الانتهاء من صلاة العصر، يبدأ الإعداد الفعلي لمائدة الإفطار التي تعتبر ذروة الاحتفال اليومي خلال شهر رمضان. تكاد لا تخلو مائدة إفطار مغربية من الشباكية والحريرة والبغارير، وهي أطعمة رمزية لهذا الشهر الكريم. حينما يرتفع أذان المغرب، يشرع الصائمون في تناول التمر والحليب أو الماء، ثم يتبعون بصلاة المغرب قبل أن يعودوا لتكملة وجبة الإفطار. تتحول ليالي رمضان إلى مناسبات اجتماعية، يكثر فيها تبادل الزيارات بين الأهل والجيران، حيث تتجمع العائلات حول المائدة في أجواء من الألفة والمحبة. يعتاد الناس على أداء صلاة التراويح في المساجد، حيث تكتظ المساجد بالمصلين الذين يحيون الليالي بالذكر والتهجد. إن أجواء رمضان في المغرب ليست فقط مناسبة دينية، وإنما هي تجربة اجتماعية وثقافية تتيح للناس فرصة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، والتأكيد على قيم الرحمة والمحبة والسلام.